في مشهد يعكس تحولا مفصليا في تطوير قطاع النقل، استقبلت ولاية عنابة اليوم الدفعة الثانية من الحافلات المستوردة بحصة مقدرة ب50 حافلة ستوزع وفق مبدأ الأولوية وإحقاق العدالة بين مختلف الخطوط. وشرعت مؤسسة إيتوزا في عمليات التوظيف وإعداد تراخيص الحافلات واعتماد بطاقات الدفع الإلكتروني ضمن مخطط الاستغلال الناجع للحافلات الجديدة بعنابة. ولاية عنابة استفادت من 50 حافلة إضافية بعد ما استلمنا دفعة أولى صبيحة عيد الفطر المبارك 50 حافلة ليصير المجموع 100 حافلة حضرية. الحافلات وضعت استعجالا حيز الخدمة عبر الخطوط المستغلة في انتظار تفعيل الخطوط المستحدثة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بولاية عنابة. دائما في إطار توجيهات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية وبمرافقة تامة من طرف السلطة العمومية المحلية لولاية عنابة. هذا البرنامج سوف يعطي أكبر تغطية لمدينة عنابة من ناحية النقل الحضري وشبه الحضري. كذلك راح نركز على الأقطاب الحضرية الكبرى وتحديث الخطوط المستغلة حاليا من طرف المؤسسة. الدفعة الثانية 50 حافلة في السيدن لقرار السيد رئيس الجمهورية وتحت إشراف السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. طالما انتظر المواطنون هذه الحافلات نتمنى ان شاء الله ان تكون ان شاء الله التغطيه تكون مساواه في التغطيه والمحافظه على هذا مكسب الهام والهام جدا. من اليوم راهم في الخدمه وقتاش نحاسبوا التغطيه سيد الوالي. اذا العمليه التوظيف راهي جاريه، تجهيز الحافلات لعمليه العلامات المميزه، استصدار الرخص راهي جاريه. بدايه الامر راهو وضعنا حيز الخدمه الخطوط المستغله حاليا من قبل المؤسسه، ووضعنا الحافلات حيز الخدمه في الخطوط المستغله بصفه تدريجيه ان شاء الله. درنا مخطط استحدثنا فيه خطوط حضاريه شبه حضاريه وما بين البلديات ان شاء الله، يعني مع كما نقولوا مع عمليه التوظيف راح يكون فيه انجكسيون تدريجي للخطوط. المتمدرسين راهم في اطراف حركيه تاع المواطنين تسهيل الاطراف باذن الله نبذلوا مجهوداتنا العوده المدرسيه باذن الله نكونوا حققنا الصحه.